واحلى بصراحه ربنا. احلى طريقه عملت بيها البرجر من ساعه ما بدات اعمله، لان انا استخدمت تتبيلات كتير قوي 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 للبرجر يا جماعه. يعني ما كانتش بتعجبني. دي الطريقه دي اللي انا بس استخدمتها، انا بقالي فتره مش هغيرها ومش هغيرها ابدا ابدا ابدا. ليه؟ لان هي بتخلي لي البرجر بتاعي بيبقى جوسي من جوه وطري قوي قوي، ولا هو مجلد ولا هو قالب على كفته ولا هو في زفاره. بصراحه ربنا مش يعني ما اعتقدش ان انا ممكن اغيرها ابدا. فان شاء الله باذن الله تعجبكم وبالف هنا وشفا. وبصراحه ربنا العيال لما عرفوا من ساعه من بالليل ان في برجر ما ناموش من بالليل، ما ناموش لما عرفوا ان في برجر. عندي هنا شرايح البصل، قطعته شرايح. هنزل بيه حته من الزبده عشان يتكرمل معايا. هضيف له ربع معلقه من السكر علشان يديني لون كرمله حلو. تمام. حطيت يعني نقطه دبس رمان كده عشان ايه يديني برضو لون. بس هطفي بقى خلاص كده، وصل اللون اللي انا عايزاه. عندي هنا كيلو من اللحمه اللي هيتعمل بيها البرجر لازم يبقى فيها 20% على الاقل دسم، يعني ما تبقاش لحمه حمراء. تمام. هنزل بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل وبابريكا، وعندي توابل مخصصه للبرجر. عندي هنا صلصه الوستشر صوص، هحط منها معلقتين كبار. هي فيها تتبيله حلوه قوي قوي مخصصه للحوم والمشويات وكده، هحط منها معلقتين كبار. وهضيف معلقتين كبار من الكاتشب ومعلقتين كبار من المستردة. اهو حطينا صلصه الوستشر صوص، وحطينا معلقتين كبار مستردة ومعلقتين كبار كاتشب. وهعجن بقى كويس قوي 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 بايدي الخليط ده لحد ما يبقى عجينه متماسكه قوي. خلطنا اللحمه كويس جدا مع الحاجات اللي حطيناها. على فكره لو ما عندكيش الصلصه دي اللي هي ورشتر صوص ممكن تستغني عنها، ممكن تحطي الصويا صوص. عندي هنا مكبس البرجر، حطيت اللحمه واحط عليها كيس، نعملها اهو. هكمل بقى الكميه كلها بالشكل ده. خلاص عملنا كل الكميه بالمكبس اهو. هبدأ بقى اجهز الصوص بتاع الساندويتش. هقطع هنا عندي خيار مخلل، هقطعه قطع صغيره خالص عشان هحطه في الصوص. قطعت هنا الخيار المخلل قطع صغيره خالص. وعندي هنا بقى هبدأ في عمايل الصوص. عايزه معلقتين كبار من المايونيز، هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الكاتشب على معلقه من المستردة، وهقلب ده كله اهو. وهضيف الخيار المخلل على الصوص ده. هقلبه بقى كله، وهو ده الصوص اللي هحطه جوه الساندويتش. وهسخن الطاسه قوي 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 في نقطه زيت كده، وهنزل بالبرجر بتاعي. ضروري الطاسه تكون سخنه قوي عشان البرجر ما يبقى جوسي وما يبقاش ناشف ومجلد معايا. الصوصات والحاجات اللي احنا حطيناها في اللحمه هتخلي البرجر معاكي جوسي وطري وما فيهوش اي زفاره. احلى بكتير من ان انت ايه تحطي ملح وفلفل بس. هقلبه على الناحيه الثانيه. تقدري تستخدمي اي نوع جبنه انت بتحبيه. انا هنا مستخدمه عندي جبنه موتزاريلا، احطها فوق تسيح. احط شويه من الصوص اللي انا عملته اهو مع الخيار المخلل على العيش. وهنزل بعد ما حطيت الصوص في العيش هحط بقى البرجر على العيش. بعد كده هحط عليه من فوق صوص تاني.
شويه بصل مكرمل من اللي احنا كرملناه في الاول خالص. بعد كده هنزل بشرايح من الخس. عندي هنا صوص اسمه صوص البرجر مخصوص للبرجر، هحط منه في الساندويتش. حطيت خلاص صوص البرجر عليه اللي هو زي صوص الجبنه كده بس، وهقفل الساندويتش بقى خلاص كده.